مع خالص تقديري. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مع خالص تقديري. حلقتنا النهاردة في أمسية ثقافية على ضفاف النيل الخالد، وأمسية ثقافية بعنوان كلنا هنقول شعر عامية في وقت واحد والعامية للجميع. تابعونا وهذه الحلقة وبرنامج مع خالص تقديري. اهلا بكم معانا بعد هذا الفاصل اللي سعدنا ان يكون معانا الشاعر الكبير عبد الناصر الكومي. اهلا بحضرتك معانا يا شيخ. اهلا وسهلا يا باشا. الله يبارك. ومعنا الفنان فرج الفقير. اهلا الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا. منور يا شيخ النهارده، ويعني احتفاليه جميله والانظار كلها متجهه ليك النهارده ان شاء الله. دايما الحاج محمد القاضي يعني بيفعل ما لا تفعله المؤسسات الثقافيه، بيجمعنا تجمع من كل المحافظات، وبيبذل مالا ويبذل جهدا من اجل نشر الكلمه البناءه وليست الهدامه، ودايما يقول لنا كده: انا افضل الكلمه البناء ولو شطر او ولو بيت. فيشكر الحاج محمد القاضي اللي احنا في ضيافته. يمكن اليوم النهارده يعني يوم شعر، بس وجود الفن كانت زي بمثابة الفاكهة الموجودة النهاردة يا فنان فرج. أكيد طبعا لازم الجو الحلو هذا ما خلاش من الفنون التراثية اللي هي تعتبر تراثنا يعني. فضروري من الإحياء، ومشكورا طبعا كما قال الحاج محمد عبد الناصر ما شاء الله، يعني ما سبلناش حاجه نقولوها. فهو لقاء ان شاء الله. سمعنا ايه كده يعني في سطرين عشان تشويق بالنسبه لان دي احتفاليه بشعر العاميه، وشعر العاميه بيفهموا جميع الناس، يعني ممكن اللغه العربيه الفصحى بتصعب على بعض الناس، ولكن العاميه بتصل للقلوب. بيسميها احنا في الشعر السهم المنطلق. فأنا أقول جزئية بسيطة على معرفة الناس، يعني نسميها الناس معادن. فبقول الناس دي زي المعادن، فيه أصلي وفيه مغشوش. الأصل ثابت وباين، تلقاه في لقاته بشوش، والتاني يشبه ولكن غير في الخيابة ملوش، واللي على الناس راهن ما تخدعوش الوشوش. سمعنا حاجة برضو كده في دقيقة كده. في حاجة بتقول يا من يا بلادي، ما هو مش هتطلع الصوت. نقول يا من يا بلادي يا سمرة فؤادي، على ناسك متهوني، يحميك ربي من الحسادي، يحميك من الحسادي. من يا ودومي لنا ويزيدك عز جنة، وتبقى لأجيالنا جنة ويجوكي من كل وادي. يا منيا يا بلادي، منيا في كل زمان
افتخري بنجوع العربان، سحاري تمت جنة جنان على يديهم تصنع الأيادي، يا منيا يا بلادي. تمام يا فنان. الله يبارك. شكرا يا شيخ. شكرا الله يخليك. الله يبارك فيك، واحنا سعداء بالتسجيل مع حضرتك. خليك انا اكتر والله، ربنا يخليك. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم معنا بعد هذا الفاصل. يعني المشاركه النسائيه داخل هذه الامسيه، تعرف بحضراتكم؟ سناء عبد الوهاب، شاعرة عامية، محافظة أسيوط، عضو نادي أدب أسيوط الجديدة. شادية حفظي، شاعرة وكاتبة قصة قصيرة. وأم عصام، كاتبة شعر فصحى وقصة قصيرة. اهلا وسهلا بكم. يوم جميل وجايين من اسيوط مخصوص من اجل يعني محبتكم للشعر طبعا. أكيد طبعا، للشعر وللشعراء هنا احنا على تواصل دايما، يعني حتى على مواصل التواقع على مواقع التواصل الاجتماعي احنا دايما في ترابط وفي كومنتات وفي كل حاجة، يعني بنتابع بعض أصلا. يعني قمم كبيره موجوده في محافظه اسيوط، ويعني وما شاء الله انتوا عددكم كبير اللي موجود النهارده كمان. ربنا يحفظك. احنا اي حاجة فيها شيء دعم للثقافة، للتنوير، للفكر، للإبداع، لازم يكون لنا دور يا فندم طبعا. مجهزه ايه النهارده؟ أنا الصراحة بكتب شعر فصحى، بس هما لما قالوا لي النهاردة في ملتقى شعر عامية أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أشارك في أي حاجة ليها علاقة بالشعر، عامية فصحى الحاجة واحدة يعني. ما في صعوبه بالنسبه لكم لما تبقي تقولي حاجه وفي وسط يعني الناس كلها شعراء والنابغين؟ أكيد، لأن ببقى تحت المجر زي ما بيقولوا، يعني إنك بياخدين بالهم من كل كلمة وكل وزن وكل أداء بيتعمل، بس في الآخر إحنا كلنا بينا محبة وأخوة بنتعلم من بعض. نورتوا محافظه المنيا وعلى صفحه النيل، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. منورة بيكم دايما، شكرا. ربنا يحفظك يا فندم، سعداء بحضرتك. الله يخليك. ربنا يخليك، شكرا جدا. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم معنا بعد هذا الفاصل، مستمرين مع حضراتكم من داخل هذا الصالون الثقافي. اتعرف بحضرتك؟ مديحة كامل، مديرة الثانوية الجديدة بنات بالمنيا الجديدة الحي الرابع. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. جايه مشاركه ولا جايه؟ والله بدعوة كريمة من الأستاذ محمد فاروق، عزمني على الملتقى الثقافي دوره، فشرفت بالدعوة دي وحبيت أحضر يعني الملتقى والشعر بالعامية ومجموعة من الأدباء الكبار والمثقفين الكبار، فشرف لي حضور الملتقى الثقافي ده. يا بخت الطلبة ما عندك في المدرسة، أكيد بقى بيبقى اهتمامات الشعرية بتبقى منك زيادة وفي الحمد تشجيع لله رب ودعم العالمين. كده. احنا عندنا الحمد لله السنة دي بنتين، إسراء منتصر ويارا، تصعدوا على مركز الإدارة وتصعدوا للمديرية، وإن شاء الله جمهوري بإذن الله. احنا بنشجع دايما الأنشطة، بنشجع دايما الثقافة، بنشجع عندنا في المكتبات كمان تصعدنا على مستوى المديرية بالنسبة للطالبات برضو في المكتبات، فالحمد لله موضوع الثقافة والملتقيات الثقافية دي احنا بنشجع عليها جامد جدا. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. جميل، جامع مانع بين كل الناس. طبعا التواصل الثقافي ما بين المنيا وبين أسيوط والوادي الجديد وسوهاج، والمنيا مش بعيدة علينا لأن المنيا هي طبعا عروس الثقافة زي ما بيقولوا يعني.
ان شاء الله النهارده مجهز قصيده عاميه ان شاء الله. لا هي مش قصيده عاميه، انا بكتب شعر فصحى، شعر فصحى، وبكتب قصه وبكتب روايه ونقد. بس انا جاي مشاركه للشاعر محمد نجيب رحمه الله عليه، الشعراء العاميه يعني. ف ده طبعا الاتجاه الاصعب، يعني الاتجاه الاصعب هو تخصص. اولا هي طبعا الشعر موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا بثقلها طبعا بالقراءه والاطلاع على امهات الكتب العربيه، وان انا تخصصي اساسا لغه عربيه. انا كنت مدير عام مدرسه خديجه يوسف الثانويه سابقا. فرصه سعيده واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يكرمك وشكرا، وانا اللي سعيد بلقائكم. شكرا. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم معنا بعد هذا الفاصل، مستمرين مع حضراتكم في هذه الامسيه الثقافيه اللي اكثر من رائعه عن الشعر العاميه. معنا ضيوف ايضا من محافظه اسيوط اللي حاضرين النهارده يعني خصيصا من اجل هذه المناسبه. اتعرف بحضرتك. مدثر خياط، شاعر عاميه وعضو اتحاد كتاب مصر ورئيس نادي ادب المركزي السابق لاسيوط. احمد الشافعي عبد الحميد، عضو اتحاد كتاب مصر ورئيس نادي ادب اسيوط الجديده ورئيس نادي ادب اسيوط المركزي الحالي. اهلا بيك. انتوا طبعا يعني عناء السفر والمشوار من اسيوط لهنا لمحافظه المنيا من الصباح الباكر، يعني ده حب وعشق كبير جدا للحركه الشعريه. طبعا الحركه الشعريه هنا وخاصه يعني باستضافه الباشمهندس محمد القاضي، يعني سعادتك ليه دور فعال في نشر الثقافه والتوعيه الثقافيه والتنميه الثقافيه، لان الحقيقه هو احتضانه لهذا المؤتمر العاميه الثالث بالتوازي مع القاهره، ده حاجه جميله جدا جدا لتقديم شعراء اسيوط والمنيا والجنوب كله يعني سعادتك. ان شاء الله. حضرتك يعني انتقال بقى الحركه الثقافيه من محافظه اسيوط الام لاسيوط الجديده، دي برضه يعني خطوه موفقه من حضرتك. طبعا الحمد لله، هي كمدينه واعده. انا بمجرد ما سكنت هناك كان اول حاجه فكرت فيها هي فكره انشاء نادي ادب، ويعني الحمد لله ان في مجموعه قويه جدا من الادباء موجوده هناك زي الاستاذ درويش الاسيوطي والدكتور سامي نفادي وغيرهم من الشعراء الكبار، وبنعمل فعاليات في منتهى الاهميه بنناقش فيها دواوين مختلفه وفعاليات مختلفه، وبنعمل ورش ادبيه سواء في اللغويات او في العروض او في الشعر والقصه وغيرها يعني. النهارده يمكن الشعر العاميه، اعتقد الشعر العاميه حاجه بتبقى زي ما يقولوا كده خفيفه على القلب والكل بيتفهمها مباشره. طبعا هي طبعا فيها سهوله المفردات وسهوله وبساطه الكلمه، هي اللي بتوصل للجمهور، والجمهور عايز الكلمه البسيطه اللي هي تقدر توصل له بسرعه، اللي ليها مضمون ولها تاثير فعال في حياتهم، لانها بتنقل مظاهر الحياه بالنسبه للشعب بالذات والغالبيه من الشعب. يوم جميل واتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله، ومنورين محافظه. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، متشكرين خالص. شكرا على الاستضافه.
اهلا بكم معنا بعد هذا الفاصل، مستمرين مع حضراتكم من هذه الامسيه الثقافيه. اتعرف بحضرتك؟ سيد عبد العال سيد، رئيس نادي ادب ملوي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بيك. النهارده يعني الحاجه الملفته في ملوي ان العسل الاسود كان من ملوي والعسل النحل من ملوي، فملوي متميزه في المنتجات وفي الشعر والثقافه ايضا. طبعا ملوي بلد البشوات، ملوي فيها المنتج العسل الاسود وفيها بعض المنتجات الكثيره. ملوي افرزت بعض الادباء الكبار. ملوي هي صرح حضاري وفرعوني كثير، اعظم مدينه في مصر. ملوي تطل على النيل. ملوي يوجد بها آثار الفرعونية في قرية الأشمونين والشيخ عبادة. ايه رايك في اليوم النهارده؟ ملتقى، ويعني ناس جايه من محافظات بعيده من اجل هذا اليوم. النهارده ملتقى للتنفس للادبي، نافذه تطل على العالم الادبي وتظهر بعض المواهب وتظهر بعض القصائد الجميله من ضيوف الملتقى. واخد بال حضرتك، ونشكر الاستاذ الحاج محمد القاضي على استضافته لهذا الملتقى الجميل. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله ويوم جميل ان شاء الله. يا رب يبارك فيك وكل سنه وانت طيب. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. يعني بنشوف حضرتك في مناسبات مختلفه كتيره جدا وخاصه مناسبات وطنيه. النهارده بقى في مناسبه صالون ثقافي، فدي كانت حاجه جميله وتواجدك مهم جدا وسط الشعراء النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعتقد ده امتداد لدوري في الجامعه. أستاذ الجامعة ليه 3 وظائف رئيسية. الوظيفة الأولى المحاضرات لطلبة ما قبل البكالوريوس أو الليسانس. الوظيفة الثانية البحث العلمي سواء يشرف عليه أو يشارك فيه. الوظيفة الثالثة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وجودي في مثل هذه المنتديات واللقاءات الثقافية هو تأكيدا لدوري المطلوب مني أمام الله أن أنا أشارك في مثل هذه الندوات اللي بعضها توعوية، بعضها بتكتشف مواهب موجودة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ممكن يكون لي رأي للنقد البناء في مثل هذه الفعاليات يعني. فعشان كده أنا هنا. النهارده في يعني انماط مختلفه وشخصيات مختلفه وموجودين من محافظات ومن قرى، فده هيدي تنوع جميل للصالون النهارده. هو التنوع اللي سيادتك قلت عليه ده هو في الاصل تنوع جغرافي. البيئه المولده للشعراء، بيئه المدينه غير بيئه الريف، غير بيئه الجبل، غير بيئه الوادي، غير بيئه البحر. فاحنا في مثل هذا اللقاء يديك كوكبه من البيئات المختلفه، كل بيئه بينعكس اثرها على الشاعر او الكاتب اللي احنا جايين نحضر النهارده هذا اللقاء. دكتور محمد البدر، بشكر حضرتك واسيبك بقى يعني تستمتعوا بهذا اليوم. شكرا يا فندم، الف شكر لسعادتك. شكرا يا فندم. شكرا. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم معانا بعد هذا الفاصل. اللي سعدنا ان يكون معانا المهندس محمد ابو طاقيه اللي مشرف النهارده الصالون الثقافي، ودايما هو بيبقى موجود في كافه المناسبات المختلفه. باشمهندس محمد اهلا بحضرتك. يا اهلا بعماليك، والله شرف عظيم، وقناه الصعيد دايما موجوده ومتواجده في كل مؤتمر وفي كل صالون وفي كل مناسبة. فخورين بأن احنا عندنا قناة زي قناة الصعيد بتغطي الأحداث اللي بتحصل عندنا. والصالون الثقافي بدعوة كريمة من الحاج محمد فاروق في ملتقى شعر العامية، الكل هيقول شعر عام النهاردة، بينمي الثقافات وبيزيد من أواصر التواصل ما بين الناس وبعضها. بننتهز أي فرصة زي كده عشان نبقى كلنا مع بعضنا وفرحانين جدا بيوم جميل زي كده. ايه العلاقه ما بين الهندسه والشعر والتقديمات والحاجات الحلوه اللي انت بتعملها دايما ومتواجد فيها دايما؟ هو العلاقه في تواصل وفي ترابط ما بين كل حاجه والتانيه، يعني الابداع بيبقى ابداع في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى ادالنا ملكه جوانا، الملكه دي اللي بيعرف يستغلها كويس
بيعرف يوصل لكل حاجة، ودايما اللي بيعبر عن أي حاجة الكلمات الصادقة هي اللي بتعبر، مش الكلمات في الشعر فقط، كلمات في أي حاجة. والإنسان المبدع بيبقى مبدع في كل شيء، عنده استعداد إن هو يتواصل مع الناس، وبيبقى في تواصل روحي ما بينه وبين أي حاجة. عشان كده احنا بنبقى سعداء بالملتقى في أي مكان مع أي حد. النهارده طوائف مختلفة موجودين، ويعني من كل المحافظات ومن القرى، ويعني ناس كتيرة جاية ومتأهبة، كل واحد محضر ورقة وقلم، وكل واحد مجهز النهارده اليوم هيبقى شكله ايه؟ زي ما قلت لحضرتك كده، في موهبة دفينة جوه كل واحد، ما بيصدق يلاقي حد يدور عليها يبحث عنها، فبالتالي كل اللي عنده حاجة جواه جاي يقولها. ولما نقول مؤتمر لشعر العامية فكلنا بنتكلم، احنا المصري بطبيعته من زمان وهو عنده استعداد ان هو يتكلم، عنده الملكة بتاعت الشعر والموهبة دي موجودة، بس بينميها بالمؤتمرات والصالونات الثقافية اللي زي كده. عشان كده هتلاقي النهاردة في إبداع، هتلاقي كل الناس اللي لابس ده غير ده وده غير ده وده غير ده، كل أطياف الشعب موجودة، وكل واحد عنده الإبداع بتاعه الخاص بيه. شكرا يا باشمهندس محمد، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ربنا يبارك في معاليك. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم معنا بعد هذا الفاصل. معنا يعني الرجل الذي يحمل على عاتقه يعني الحركه الثقافيه والشعريه الموجوده في محافظه المنيا والصعيد اجمعه. معنا الاستاذ محمد فاروق القاضي. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. امين بيك. كل سنه وحضرتك طيب، وسعدنا بوجودكم معانا وتدعيمكم للحركه الثقافيه، لان قناه الصعيد مشهود لها بان هي الراعيه للحركه الثقافيه عامه في جمهوريه مصر العربيه وفي محافظات كتير جدا، وفي المنيا بالذات، لان المنيا من اقدم المحافظات في مصر يعني في الادب، لان نادي ادب المنيا من اقدم نوادي الادب على مستوى الجمهوريه ان لم يكن اقدمها على الاطلاق. والمنيا طبعا ولاده شعراء وادباء وكتاب واعلام شاهرين جدا، الناس كلها تعرفهم في كل الاماكن. وبعدين المنيا سريه بكل حاجه، يعني المنيا انا بقول لو تم الاهتمام بمحافظه المنيا من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الثقافيه هتكون هي مش عاصمه الصعيد، لا العاصمه الثانيه، وممكن تزاحم القاهره والاسكندريه، لان المنيا محافظه 8 مليون مواطن، يعني تعادل محافظتين، تعادل الفيوم وبني سويف مثلا، او تعادل اسيوط وسوهاج. فالثروه البشريه الضخمه دي مليئه بالمواهب والافكار والعلوم وما شاء الله، يعني في كل المجالات، يعني طبيه وادبيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه. ولو هنتكلم عن الثقافه فالمنيا طبعا عاصمه الثقافه حقيقيا من ايام الفراعنه. طبعا هي طيبه القديمه، وهي مقر الحكم القديم في الدوله الفرعونيه. ومصر لو كان فيها ثلث اثار العالم فالمنيا فيها ثلث اثار مصر. فالمنيا فيها ثقافات مختلفه جدا جدا جدا، تبدا من الحضاره الفرعونيه قديما ومرورا بكل انواع الثقافات في التاريخ. السؤال اللي تبادر في ذهني، انت جمعت الكوكبه دي ازاي؟ والله بص، هو مجهود مش فردي، طبعا مجهود جماعي، وعلى راسه مجلس اداره الساقيه الاستاذ عصام سنوسي والاستاذ اسامه ابو النجا والاستاذ انتصار والاستاذ محمد البدراوي والاستاذ ياسر خليل ومجموعه ضخمه جدا 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 من ابناء نادي ادب المنيا طبعا وشعراء المنيا. احنا النهارده المؤتمر في شعر العاميه، وده موازي لمؤتمر شعر العاميه على مستوى الجمهوريه. هو هيتعمل في القاهره 3 ايام، سبت وحد واثنين. احنا المنيا النهارده بيشارك معانا من اسيوط رئيس نادي ادب اسيوط الجديده استاذ احمد الشافعي، بيشارك معانا من الوصيه المستشار مدثر الخياط رئيس نادي الادب المركزي في اسيوط كلها وفي منفلوط، وفي ناس من بني سويف، وفي طبعا من ال9 مراكز من مغاغل دير مواز. ومن هنا تلاقي
الشعراء والأدباء والمثقفين. طبعا الإقليم 3 محافظات قوية جدا تمثل يعني الثلث الجنوبي أو الثلث الجنوبي لجمهورية مصر العربية في الثقافة، لأن كلها دي أماكن ثقافية متقدة مليئة بالمهارات وبالمبدعين وبالشعراء وبالمثقفين. فإحنا بنواكب يوم عالمي على مستوى جمهورية مصر العربية في الثقافة وفي الشعر العامية، وهي دعوة في الأصل. يعني فكرة الشعر في حد ذاته والأدب والثقافة بترقى بمشاعر الناس ثم ترقى بأخلاقهم. ان شاء الله مؤتمر نجح كالعاده، وبتمنى لك التوفيق دايما، وانا عارف انك بتحمل على عاتقك يعني الحركه الثقافيه في محافظه المنيا. والله يا فندم هو هينجح بوجودكم معانا وبالمجهود. اصحاب النجاح الحقيقي الناس اللي بتسافر وتيجي، يعني الناس اللي بتيجي محافظتين 3 وبتيجي من درمواس وجايه من مجاجة. يعني عندنا الاستاذ رجب لاجي رئيس نادي ادب درمواس السابق، الاستاذ علي عيسى ابو عمر. لا يعني الناس جايه متكلفه عناء وسفر، ومعانا مشاركه من التربيه والتعليم مدرسه الثانويه بنات في المنيا الجديده، الاستاذ الدكتور عصام خلف رئيس عميد كليه دار العلوم الاسبق، مجموعه دكاتره واساتذه واكاديميين، الاستاذ الدكتور محمد البدري. الضيوف كتير جدا، فعلشان خاطر لو يمثل جهاز المنيا الجديده الاستاذ محمد ابو طاقيه. طبعا ناس كتير جدا واسماء كتير جدا، انا اخشى ان انا انسى حد منهم. وفن الباديه الدكتور البرعوسي طبعا والشيخ عبد الناصر الكم. لا مجموعه ثريه جدا، واليوم هيبقى قوي جدا جدا من الناحيه الاكاديميه والبحثيه، لان المؤتمر مبني ان احنا عندنا مينا ليشع من اشهر شعراء المنيا، واخد جايزه كبيره في الديوان بتاعه، المؤتمر هيناقش الديوان بتاعه في العاميه. مينا ليشع من مؤسسي الساقيه ومن مدير التنفيذ، واحنا قريب عندنا حدث ضخم جدا جدا في المنيا الساقيه مشتركه فيه اللي هو المسرح، هيبقى ياخد 3 ايام في المنيا، حاجه قويه جدا. طبعا انتوا كده تبقوا موجودين فيه باذن الله تعالى. شكرا واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا باشا، وكل سنه وانت تحياتي لقناه الصعيد. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم معنا بعد هذا الفاصل. سعدنا ان يكون معنا الاستاذ الدكتور عصام خلف، ودكتور عصام يعني في غنى عن التعريف لحضراتكم، والنهارده موجودين في صالون ثقافي وسط عدد كبير جدا من الجمهور اللي حاضر. دكتور عصام اهلا بحضرتك معنا. اهلا بك يا منبي، اهلا بحضرتك. يعني يوم جميل النهارده، ويعني شعراء جايين من اماكن كتيره جدا من اجل هذا الصالون الاكثر من رائع. يعني احنا النهارده بنعمل صالون ثقافي حول القصيده العاميه او شعر العاميه، وده بالتوازي مع مؤتمر الثالث للقصيده العاميه في مصر. واحنا اطلقنا على الدوره دي دوره الشعر مجدي نجيب. واللي ما يعرفش مجدي نجيب، ده مجدي نجيب شاعر مصري ولد سنه 36 في القاهره 1936، وهو فنان تشكيلي وشاعر، وكتب العديد من الاغنيات للاغاني الشعراء ومطربين مرموقين، منهم عبد الحليم حافظ كتب له كامل الاوصاف، وكتب لفايزة أحمد، وكتب لشادية أقول لعين الشمس، وكتب لمحمد منير، كتب حاجات كتيرة جدا من خلال هذه الأعمال المتعددة. دكتور متعودين انكم تختاروا شخصيات وهي اللي تقوم عليها اليوم مثلا او الصالون، ولا النهارده طبعا الشعر في غنى عن التعريف؟ طبعا احنا النهارده يعني جبنا كل اخواننا الشعراء العاميه نسمع منهم. العاميه قصيده مصريه، العاميه تاريخ مصر، العاميه هي فن من فنون الابداع لكل مواطن مصري. عشان خاطر كده احنا بنحتفي بالعاميه، وبنعتبر ان مجدي رمز من رموز العاميه اللي كتب اشعار بالعاميه ونالت اعجاب عند الناس كتير. عشان خاطر كده عاملين كل الاحتفال اللي حضرتك شايفه دوت بالعاميه. دكتور عصام دايما بتبقى متواجد في كتير جدا من المناسبات اللي يعني الجميله، واتمنى لك التوفيق النهارده، وخاصه ان اليوم قائم عليك يا دكتور النهارده. ربنا يعزك، احنا في خدمه الثقافه، وده شيء جميل ان الثقافه تكون حاجه مننا وجزء من تكويننا.
بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده من الأمسية الشعرية اللي أكتر من رائعة النهارده، اللي كان فيها تواجد من محافظات المتعددة، المنيا وأسيوط وبني سويف ومن المناطق الحدودية، وكان عن شعر العامية. نتمنى أن حلقة النهارده تكون نالت رضا وقبول واستحسان كل مشاهدينا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله في حلقة جاية مع برنامج مع خالص تقديري. شكرا وإلى اللقاء. مع خالص تقديري.